كشف الناخب الوطني وليد الركراكي عن بعض تفاصيل حديثه مع الدولي المغربي حكيم زياش الذي يعيش أسوأ مراحل مسيرته الكروية، بعدما زاد تهميشه من طرف المدرب الجديد لتشيلسي غراهام بوتر، في الوقت الذي اعتقد الجميع أن رحيل الألماني توماس توخيل سيفتح الباب مجددا أمام عودة زياش للقاب التباري. أوضح الركراكي في لقاء مع قناة كانال بليس الفرنسية أنه من المهم التحدث مع اللاعبين وأن تكون العلاقة مبنية على الصراحة والوضوح. لقد كان لنا حوار طويل ومهم ووضعني في الصورة. أنا أيضا قررته من الأخطاء التي ارتكبها. أضاف الناخب الوطني: لم أعده بشيء، إنه لاعب جيد، نريد أن نستغل كل إمكانياته وإيجابياته لأننا نريد الذهاب للأمام والتفكير في المستقبل. وسيلتحق زياش بكتيبة المنتخب في كأس العالم وهو فاقد تماما للتنافسية بعد رجوعه من معسكر الأسود في 27 شتنبر، حيث خاض مباراة تشيلسي والباراغواي وفقد الأسود. لم يلعب زياش سوى 4 دقائق ضد وولفرهامبتون، و11 دقيقة في مباراة برايتون، ثم دقيقتين في مباراة سالزبورغ بدوري أبطال أوروبا، في حين غاب عن المشاركة تماما في باقي المواجهات، آخرها مباراة دينامو زغرب يوم أمس الأربعاء.